أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذه أبرز العناوين. تحذير رسمي من مواد سامة في حليب موجه لأطفال المغاربة. انقلاب سيارة فلاحية يخلف 12 مصابا بإقليم الجديدة. مرة أخرى مصلون يجهضون محاولة طعن إمام مسجد. قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار. إليكم التفاصيل. أهلا بكم من جديد. أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن السلطات قررت سحب عدد من دفعات حليب الأطفال من الأسواق في المغرب بشكل عاجل عقب تلقي إشعار دولي يفيد باحتمال تلوثها ببكتيريا قد تنتج مادة تعرف باسم السيروليد، وهي مادة قد تشكل خطرا على صحة الرضع، وتهم عملية السحب بعض العبوات من علامتين تجاريتين هما أبتامين ونيوكسي بحجم 400 و 900 جرام. وفي هذا الصدد أوضح المكتب أنه باشر فورا سلسلة من التدابير الاحترازية، حيث تم إلزام الشركة المستوردة بوقف تسويق هذه المنتجات مع حجز الكميات الموجودة داخل المستودعات تمهيدا لإتلافها، وذلك في إطار حماية صحة الأطفال وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة. وأشار المصدر ذاته إلى أن التعرف على المنتجات المشمولة بالإجراء ممكن عبر رقم الدفعة المكون من 8 أرقام والمطبوع أسفل العلبة أو على جانبها، إذ تبدأ الأرقام المعنية ب 2026 أو 2027. ودعا المكتب الآباء والأمهات إلى توخي الحذر وعدم استعمال الدفعات المعنية إلى حين التأكد من سلامتها. وإلى خبر آخر، أصيب نحو 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة مساء السبت إثر انقلاب سيارة كانت تقل عددا من العمال الفلاحيين بإحدى المناطق القروية التابعة لإقليم الجديدة. وحسب المعطيات المتطابقة فقد استنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، حيث انتقلت إلى مكان الواقعة عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب فرق الوقاية المدنية قصد التدخل وتأمين محيط الحادث. وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي الإسعافات الضرورية وإخضاعهم للفحوصات الطبية، في وقت أكدت فيها المعطيات المتوفرة عدم تسجيل أي وفيات إلى حدود مساء اليوم. وبالموازاة مع ذلك باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا أوليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بهدف تحديد ظروف وملابسات الحادث وكشف أسبابه المحتملة. وفي المقابل عرف محيط المستشفى توافد عدد من أقارب المصابين ومواطنين للإطمئنان على حالتهم الصحية، فيما تم توجيه بعض الحالات إلى مصحات خاصة قصد إجراء فحوصات إضافية بالأشعة واستكمال العلاج. وإلى آخر الأخبار، شهد مسجد حي إكسريون بمدينة أزغنغان التابعة لإقليم الناظور استنفارا أمنيا زوال الأحد إثر محاولة اعتداء استهدفت إمام المسجد أثناء إقامة صلاة الظهر. وتمكن المصلون بشجاعة وسرعة من محاصرة المعتدي وشل حركته قبل وصوله إلى الإمام، حيث كان يتحوز سلاحا أبيضا من الحجم الكبير، مما حال دون وقوع مأساة جديدة داخل بيوت الله. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوف أظهر سلوكات غير طبيعية توحي بمعاناته من اضطرابات عقلية حادة، وهو ما دفع المصالح المعنية التي انتقلت فورا إلى عين المكان إلى اتخاذ قرار بنقله صوب مستشفى الأمراض العقلية بمدينة العروي. ويهدف هذا الإجراء إلى إخضاع المعني بالأمر للفحوصات الطبية اللازمة وتحديد مسؤوليته الجنائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي باشرت تحقيقا في ملابسات الواقعة. وتأتي هذه الحادثة لتزيد من منسوب القلق وسط الرأي العام الوطني، خاصة وأنها تنضاف إلى سلسلة من الحوادث الدامية التي شهدتها المملكة خلال 48 ساعة الماضية، فقد اهتز
إقليم صفرو على وقع مقتل إمام مسجد بدوار أي تعثوا بجماعة رأس تابودا طعنا، كما فوجع إقليم الدريوش بحادثة مماثلة أودت بحياة إمام بجماعة أمهاجر خلال صلاة الفجر، وكل الحادثتين تورط فيهما أشخاص يعانون من اختلالات نفسية وعقلية واضحة. إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.